بنت عندها 23 سنة دخلت أوضة الكشف في يوم عادي جدا سنة 2019 عشان تقابل دكتور اسمه جافيد بيرويز. اللي الراجل ده ما يعرفوش إن ال FBI المباحث الفيدرالية قاعدة دلوقتي بتسمع وبتسجل كل كلمة هو بيقولها. قبل ما البنت دي تدخل تقابله الطاقم الطبي بتاعه كانوا شافوا الإشعة بتاعتها الصبح وعارفين إنها سليمة 100%، ما عندهاش أي مشاكل، مفيش أورام، مفيش أي حاجة. بس لما البنت بتدخل تقعد قدام الدكتور بتلاقيه بيبص لها وبيقول لها بمنتهى الثقة: للأسف أنت عندك أورام خطيرة ولازم تعملي عملية فورا. الأوضة اللي جنبه الممرضات اللي كانوا فيها كانوا عاملين يبصوا لبعض لأن هم شافوا المشهد ده قبل كده كتير، عارفين إنه بيكذب وطول عمرهم كانوا عارفين. بس اللحظة دي كانت اللحظة اللي كذبته اتسمعت واتسجلت فيها بالصوت والصورة. بس مش دي البداية. حكاية الدكتور ده الحقيقة بدأت قبل اللحظة دي ب 37 سنة، وده لما مستشفى تانية كانت طردته لنفس السبب. والسؤال هنا مش هو ايه اللي الراجل ده عمله بالظبط، السؤال هو ازاي سابوه يكمل، ازاي سابوه يشتغل لمدة 37 سنة يشوه فيهم 510 ست، في نفس الوقت اللي مديرين المستشفى اللي كان بيشتغل فيها كانوا عارفين بعملياته المشبوهة وكانوا بيترمخوا عليها بدل ما يحققوا فيها. سنة 1982 مستشفى ماري فيو في ولاية فيرجينيا لغت تصريح العمل لجافيد بيرويز، والسبب كان مكتوب بوضوح جدا في جواب الرفض: ضعف في الحكم الطبي، عمليات ملهاش لازمة، وتزوير في الأوراق الرسمية. المستشفى كانت محددة جدا، الراجل ده عمل 11 عملية استئصال رحم ما كانش ليهم أي لازمة طبية. 11 ست دخلوا عملوا عمليات هم أصلا مش محتاجينها. في الوقت ده هيئة الطب في فيرجينيا أدانته وقالت إن الكلام ده هيتحط في الملف بتاعه كسابقة وبس كده، لا وقفوه ولا حققوا أكتر، مجرد بس حتة ورقة اتحطت في الملف الشخصي بتاعه. وبعد 14 سنة يعني سنة 1996 بيرويز اعترف في قضية تهرب ضريبي فيدرالي واتثبت عليه تهمتين جنايات. ساعتها هيئة الطب وقفت الرخصة بتاعته مرة تانية، بس بعدها ببتاع شهر ولا حاجة رجعتها له مرة تانية. رجع تاني يشتغل وساعتها فتح عيادة نساء وتوليد خاصة، واخد تصريح ان هو يدخل اوض العمليات في مركز تشيسابيك الطبي. النظام اللي طرده سنة 82 كان لسه موجود، جات لهم فرصة تانية ان هم يوقفوه سنة 96 بس محدش لمسه والراجل فضل مكمل. وعلى سنة 2010 كان رستق نفسه خالص وعمل لنفسه سيستم كامل. المرضى بتوعه واللي اغلبهم كانوا من الستات السمر المتسجلين على نظام التأمين الصحي الحكومي. الستات دي لما الاف بي اي بدأت تحقيقات وكانوا بيسألوهم كانوا بيقولوا احنا بنروح لدكتور بيرويز علشان نعمل عمليات التنظيف السنوي. كانوا بيقولوا الكلمة دي عادي جدا وهم أصلا مش فاهمين إيه اللي كان بيحصل في جسمهم. هم زي أغلبنا كلنا بيثقوا في الراجل اللي لابس بلط أبيض. والسيستم بتاعه كان ماشي كالتالي: بيرويز كان بيحدد ميعاد عشان يعمل فحوصات في عيادته، بيعمل هناك منظار علشان يشوف الرحم أو منظار عنق الرحم، بعد كده بيبعت الفاتورة لشركة التأمين ويخرج يقول للمريضة إن هو شاف كوارث في سرطان أو في أورام أو خلايا قبل سرطانية، وعلشان كده لازم نعمل عملية في أسرع وقت. ويروح محدد العملية بعدها بكام يوم، يعمل بقى عمليات استئصال رحم، تعقيم، شيل مبايض، انابيب فالوب. الستات طبعا كانت بتصدق وفي الاخر شركات التامين كانت بتدفع. في الفتره من 2010 ل 2019 الراجل ده كان خسر شركات التامين والحكومه حوالي 20 مليون دولار. بس كان في كارثه اكبر بكتير من فكره الفلوس. الكارثه الحقيقيه كانت في التشخيصات. لما الاف بي اي بداوا يعملوا التحقيقات وبداوا يشوفوا الراجل ده كان بيعمل ايه، شافوا المنظار بتاع الرحم اللي كان بيستخدمه، الاداه اللي المفروض اللي كان بتخليه يشوف الاورام اللي كان بيخرج يقول للمرضى عليها، لقوها اصلا مش شغاله. مش اللي هو بتهنج احيانا، لا مش شغال اساسا. يعني هو كان بيبعت فواتير لاجراءات يا اما ما حصلتش يا اما اتعملت غلط يا اما اتعملت باداه مستحيل تخليه يشوف اي حاجه. يعني من الاخر هو كان بيبص في ولا حاجه ويطلع يقول للمرضى ان انتوا عندكم سرطان. وعشان تفهم حجم المأساة هنبص بس على عينه واحده من المريضات اللي كانوا عنده واللي مذكوره في التحقيقات باسم جي ال. الست دي كان عندها شك ان عندها بطانه رحم مهاجره. ده مرض مزمن ومؤلم جدا فيه انسجه مشابهه لبطانه الرحم بتكبر خارج تجويف الرحم. المهم راحت المعلم بيرويز وفضلت تتعامل معاه لمده سنين، وكانت بتعمل عنده موضوع التنظيف السنوي اللي ستات تانية كانت بتتكلم عليه. لحد لما في 2014 راحت لدكتور خصوبه علشان كان نفسها تخلف، فالدكتور صدمها وقال لها خبر دمرها: انابيب فالوب او قنوات الرحم بتاعتك الاتنين محروقين، يعني الحمل الطبيعي ده حاجه مستحيله. المعلم بيرويز كان شايل الانابيب دي وحرقهم من غير اصلا ما ياخد اذنها ولا يعرفها اي حاجه. العمليات اللي الست دي كانت فاكره انها بتعالجها هي اللي سرقت منها فرصه انها تكون ام بشكل طبيعي. ودلوقتي نيجي بقى لقصه عمليات يوم السبت.
بيرويز كان حاجز أوضة العمليات في مستشفى تشيسابيك كل يوم سبت، وعشان الراجل يضمن ان هو اللي هيولد ستات الحوامل بنفسه وبالتالي طبعا هو اللي هياخد الفلوس، كان بيزور في التواريخ بتاعت الولادة المتوقعة. يعني كان بيولد ستات بدري جدا عن ميعادهم قبل الاسبوع 39، وده طبعا من غير اي سبب طبي، بس علشان يقدر يوافق يوم العملية مع الجدول بتاعه اللي هو دايما بيبقى يوم السبت. والنتيجة طبعا ان اطفال كتير دخلوا الحضانات وهم ما كانوش محتاجين ده. في الاخر هو كان بيبعت الفاتورة على انها ولادة كاملة وضرورية يعني، والمستشفى كانت عارفة بكل التزوير ده، والكلام ده في الاخر اتثبت في التحقيقات بتاع الاف بي اي ان هم كانوا عارفين ان هو بيعمل عمليات مشبوهة في اوقات غلط، وكانوا بيترمخوا عليه علشان ياخدوا الفلوس من الحكومة. وبالنسبة لمرضى التأمين الحكومي واللي كانوا بيعملوا عمليات تعقيم، القانون الفيدرالي كان بيشترط فترة انتظار 30 يوم ما بين امضاء الموافقة ويوم العملية. المعلم بيرويز لقى حل عبقري، قال لك احنا هنزور في الورق. فكان بيخلي الستات المريضات يمضوا على ورق فاضي من غير اي تاريخ، وبعدين هو يرجع ويحط تواريخ قديمة علشان يبان يعني ان هم ماضيين من شهر فات، وبعد كده يعمل عملية بعدها بكام يوم، وطبعا يقبض من التأمين والدنيا ماشية زي الفل. ولما راح المحكمة في التحقيقات اعترف بعضمة لسانه ان هو كان بيزور التواريخ دي بانتظام. ولما بنوصل لسبتمبر سنة 2018، دكتور في المستشفى كان فاض بيه وقرر ان هو يبلغ الاف بي اي. البلاغ كان بيتكلم عن نفس العمليات وبتاع المصطلح التنظيف السنوي وعمليات ملهاش لازمه، ونفس الكلام اللي الستات قالوه بعد كده للاف بي اي. بس الاف بي اي لما بدات التحقيقات اكتشفوا ان الموضوع اكبر بكتير جدا من فكره دكتور فاسد، لان هم لقوا الخيط اللي بيوصلهم لسنه 82 قضيه التهرب الضريبي. مره اشترى عربيه فيراري ودخلها في الضرايب كأن هي جهاز للاشعه علشان ما يدفعش عليها ضرايب. ولقوا طبعا شكاوى كتير من ممرضات كتير لمديرينهم عن العمليات اللي هو بيعملها ومحدش كان بيسمع لهم. وطبعا كلام الدكتور اللي مذكور في التحقيقات باسم دبليو ار، الراجل ده نفسه كان بلغ هيئة الطب عنه. بس تفتكر رد فعل المستشفى كان عليه ايه؟ هل مثلا حققوا مع بيرويز؟ لا، عاقبوا الدكتور اللي بلغ واجبروه ان هو يعتذر لرئيس المستشفى عشان اتجرأ واتكلم عن سلامه المرضى. بس مع كل البلاغات دي الاف بي اي برضه كان لسه محتاج دليل اكتر يوقف المهزله دي من الاخر قدام القاضي في المحكمه. كانوا محتاجين يعني يمسكوه متلبس، وعشان كده ظهرت فكره البنت اللي بدأنا بيها في الاول خالص، اللي هي وافقت ان هي تلبس جهاز تسجيل وتدخل عنده. وخطتها كانت بسيطه جدا، هي بس عليها تدخل تكشف والاف بي اي بره هيقعدوا يسمعوا اللي حصل. البنت نفسها اتفاجئت، الممرضات لما عملوا لها سونار هم عارفين ان هي سليمه وهي اصلا عارفه ان هي سليمه. ولما دخلت له التسجيل جاب كل حرف، قال لها انت عندك اورام كبيره ومحتاجه ان احنا نعمل عمليه جراحه فتح بطن فورا. وطبعا كتبته في الوقت ده اتسجلت، وكده الاف بي اي مسك الدليل اللي هم كانوا عايزينه. وفعلا يوم 8 نوفمبر سنه 2019 الاف بي اي بيقتحم المكتب بتاع بيرويز في مركز تشيسابيك، وبيصادروا هناك الاف الملفات اللي بترجع لسنه 2015. وقتها طبعا الدنيا كلها عرفت بالحوار لان الموضوع بقى قضيه راي عام، فعملوا خط ساخن علشان يشوفوا مين الناس اللي اتضرروا من الراجل ده. والتليفونات كانت بتيجي من مئات الستات عمالين يحكوا بقى عن عمليات ما فهموش اصلا هي ليه اتعملت. تشخيصات كان كلها سلق بيض، ستات بقى عقم او عايشين بآلام مزمنه او مدمرين نفسيا. الرقم بتاع الشكاوى فضل يزيد 100 200 والارقام عماله تطلع. المحاكمه بتاعته استمرت لمده 5 اسابيع. الحكومه جابت فيها 55 شاهد، اكتر من 25 منهم كانوا ضحايا سابقين ليه، وبداوا يحكوا عن العاهات المستديمه اللي هو تسبب لهم فيها، خصوبتهم اللي راحت، الالام اللي عايشين بيها، والصدمات النفسيه. المحكمه كمان استلمت اكتر من 60 بيان من الضحايا، من الممرضات اللي شهدوا ان هم اشتكوا واتطنشوا، خبراء الطب اللي قالوا ان اللي بيعملوا ده اصلا ملوش علاقه بالطب، وشركات التامين اللي بداوا يشرحوا طرق التزوير اللي كان بيستخدمها. الحكومه قدمت 500 دليل ضده، واحد منهم طبعا كان التسجيل الصوتي، وهيئه المحلفين سمعوه بودانهم وهو بيقول للبنت انت عندك اورام، وفي نفس القاعه اشرح لهم فكره السونار وان هي كانت فعلا سليمه 100%. ولما بنوصل ليوم 9 نوفمبر سنه 2020، هيئه المحلفين ادانت بيرويز في 52 تهمه، 23 تهمه احتيال صحي و29 تهمه تزوير بيانات. في جلسه نطق بالحكم المحامي بتاعه وقتها حب ان هو يعني يستعطف القاضيه، فقعد يقول لها الراجل ده كبير عنده 71 سنه وعيان وخلاص رخصته اتسحبت سيبوه بقى. بس طبعا الحكومه كانت طلبت ان هو يتسجن على الاقل 50 سنه. الضحايا في القاعه كانوا ماليين القاعه ومستنيين القاضيه هتقول ايه، اللي كانت عندها ملحوظه مهمه جدا واللي قالت ان الراجل ده ما ظهرش عليه اي ندم ولا اعتذر ولا اصلا اعترف بغلطه. فحكمت عليه ب 708 شهر سجن، يعني 59 سنة في السجن، يعني خلاص كده حياته هناك.
بس طبعًا الحكاية ما وقفتش عند الدكتور، لأن يوم 29 ديسمبر سنة 2024 يعني بعد الحكم عليه ب4 سنين، 510 ست رفعوا قضية مجمعة بيطالبوا بتعويض 10 مليون دولار لكل واحدة فيهم من مستشفى تشيسابيك نفسها. القضية جابت اسم المدير التنفيذي السابق للمستشفى دونالد ديكسون، واللي كان في التحقيقات اعترف إن هو كان عارف وإن الإدارة كلها كانت عارفة بالبلاوي بتاعة بيرويز، بس كان بالنسبة لهم يعني الموضوع fun. هو الراجل كان بيحب يجمّع العمليات في اليوم ده، هم ما جالهمش أي شكاوى، فعشان كده بالنسبة لهم النمط الغريب ده كان يعني حاجة مضحكة، يعني هم شايفينها إن ده عادي. وديكسون كمان قال إن هو ما جالوش أي شكاوى، بس في الآخر الأدلة بتاعة الFBI في التحقيقات بتاعتها أثبتت إن كان في شكاوى كتير جدًا بتيجي لهم وكانوا بيرموها في الزبالة. بعد أسبوع واحد يوم 7 يناير سنة 2025 الحكومة الفيدرالية بتوجه اتهام رسمي لمستشفى تشيسابيك نفسها، مش الدكتور بقى لوحده، المستشفى ككيان. راحوا رزعوهم تهمتين، الأولى التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والاحتيال الصحي. الاتهام بيقول إن المستشفى سمحت لبيرويز إن هو يشتغل عندها لمدة 35 سنة، مع إنها عارفة إنه كان مطرود من مستشفى تانية بسبب عمليات ملهاش لازمة، وكمان بيقول إن المستشفى أخدت 18.5 مليون دولار من التأمين الصحي من ورا العمليات المشبوهة اللي بيرويز كان بيعملها، وكمان إن المستشفى سمحت بتزوير السجلات وسمحت بتعقيم ستات من غير أي إجراءات أو موافقات قانونية. باختصار المستشفى كانت مختارة الفلوس على حساب أرواح الستات اللي كانت بتضيع دي. الحسبة بسيطة، لأن بيرويز ده كان بالنسبة لهم مكنة فلوس. الراجل بيعمل عمليات كتير جدا، أرقام خرافية. 40% من المرضى بتوع التأمين بتوعه عملوا عمليات قيصرية. أنت بتتكلم في عدد 510 ست، أغلبهم زي ما قلنا من السمر الغلابة اللي على قد حالهم، وكان اختيارهم مقصود. السيستم بتاعه كان بيختار الناس اللي مش قادرة تقاوم ولا تحارب ولا تسأل ولا هترفع قضية ضده. في اللي اتشال الرحم بتاعها واللي اتشال مبايضها واللي اتعقمت اصلا وهي ما تعرفش. يعني تخيل بنت لسه 28 29 سنه داخله تعمل عمليه بسيطه تخرج ما بتخلفش وهي كان لسه نفسها في ان هي تجيب عيل تاني ولا حاجه. كل ذنبهم برضو ان هم وثقوا في نفس الدكتور اللي لابس بلطجيه. النهارده الدكتور جافيد بيرويز بيقضي عقوبه 59 سنه في سجن فيدرالي، عنده 76 سنه، لسه زي ما هو، لا اعتذر ولا اعترف بغلطاته. مستشفى تشيسابيك بتحاول ان هي تطلع نفسها من القضيه، بتقول ان الاتهامات دي اصلا باطله، والمدير اللي كان بيضحك على العمليه بتاعت يوم السبت محدش جه ناحيته، ما توجهلوش اصلا اي تهم جنائيه، وال 510 ست اللي اتضرروا لسه مستنيين حقهم من المحكمه. منظار الرحم المكسور اللي ما كانش شغال بتاع بيرويز لسه موجود في الاحراز، الورق بتاع الموافقه اللي كان بيمضيه بنفسه، تسجيل الاف بي اي، وحتى جواب الرفض بتاعه من سنه 1982، كل ده موجود. كل حاجة كانت متوثقة ومعروفة، ولمدة 37 سنة محدش اتحرك ولا اتكلم. والسؤال اللي يرعب أي حد دلوقتي، يا ترى قابلنا كام بيرويز في حياتنا وضحك علينا وقال لنا على حاجات مش موجودة فينا بس عشان يضحكوا علينا ويقلبونا في شوية فلوس؟